النهارده حلقه جديده من برنامج بروكر كاست. معانا ساره لمعي هنتكلم اكتر عن شركه لازورا. ازيك يا ساره؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. عامل كل ايه سنه يا وانت احمد؟ طيب، رمضان كريم عليك. علينا كلنا يا رب. قولي لي مين هي شركه لازورا وبتعملوا ايه في الماركت وبقالكم كام سنه اهو؟ بص، شركه لازورا احنا شركه ستارت اب. احنا بقالنا اصلا اكتر من 15 سنه في السوق، بس باسم شركه الايقونه. شركه الايقونه دي شركه كونستراكشن. بنينا 134 مشروع جوه القاهره وبره القاهره، تحديدا في الخليج. عملنا مشروعات في اللوتس الشماليه والجنوبيه، بيت الوطن والاندلس. حقيقي المشاريع دي ساكنه ومتسلمه. عندنا كمان مشاريع في دمياط الجديده والمنصوره، وعندنا مول في كفر الشيخ اسمه باريس مول. اما في الخليج احنا شير بارتنر مع شركه اسمها القلعه. حلو. شركه القلعه دي احنا بانيين هناك برضو في دبي وفي عمان تحديدا. حلو قوي. طب ايه اخر مشاريع الشركه الموجوده حاليا في الماركت في التجمع؟ احنا عملنا مشروع حلو قوي، او اخترنا تحديدا يعني قطعه ارض حلوه قوي. دي في التجمع اخر جولدن سكوير. احنا سور في سور مع لافيستا. يعني يعتبر انا تاني قطعه من الدائري الاوسطي، واول قطعه على الفيو زون اللي هي منطقه الخدمات. طب حلو قوي. مساحه الارض دي قد ايه بقى؟ دي 9 فدان، ده كوزي كومباوند. حوالي 15 عماره. الكباستي فيه قليله، هم بالظبط حوالي 300 مفتاح جوه كومباوند. حلو قوي. انتوا كده بانيين على كام في المية من مساحه الارض؟ 30%. 30%. والباقي كله خدمات؟ كله خدمات. عندي لاندسكيب، وعندي ووتر فيتشر، وعندي 3 بولز، وعندي تراك حوالين الكومباوند كله سواء للجري او للعجل او للمشي. عندي اندر جراوند باركنج بحجم المشروع كله 9 فدان. انت عارفه الكومباوند بتاعك ده مميز بالنسبه للعملاء في حاجه معينه كده مميز فيها، ان انتوا ما عندكمش طيب الاستوديو ولا الغرفه الواحده. الطيب اللي عندكم غرفتين وثلاث غرف ودوبلكسات، ومن هنا بتبعدوا عن فكره العميل اللي داخل ينفست، اللي داخل يشتري استوديو او يلحق حاجه صغيره في اللونش مثلا ويجي بعد سنتين يعرضها ريسيل. انتوا بتستهدفوا العميل اللي جاي يسكن. فكلميني اكتر عن المساحات عندك في الكومباوند، وليه يعني فعلا ما عندكمش طيب الاستوديو او الغرفه الواحده في المشروع ده؟ بص، حقيقي يا احمد زي ما انت قلت، انا فعلا مش بستهدف خالص العميل اللي بيستثمر. انا عايزه العميل اللي هو عايز يشتري ويسكن او يستقر، وحتى لو ان هو هيستثمر على المدى البعيد زي ما بيقول بعد سنه او سنتين او 3، بس هو نفسه بيكون عاش فيها. بس انا عندي في الكومباوند عندي 2 تايب. عندي تايب ايه، ده يمكن من احلى التايبات لان هو ده دبل فيو على الطريق اللي ورايا وكمان جوه الكومباوند. وعندي التايب الثاني تايب بي، شقتين على الفيو زون على طول وشقتين جوه الكومباوند. عندي المساحات بتبدا من غرفتين، 3 غرف او دوبلكس. عندي المساحات الصغيره اللي هي بتبدا ستارت من 112 متر. يعني انت اصغر مساحه عندك في الكومباوند 112 متر غرفتين؟ مظبوط. طب دي اسعارها ايه والبيمنت بلان بتاعتها عامله ازاي؟ عندي ال 112 متر بتبدا من 5 مليون 100. تمام. البيمنت بلان بتاعتي من اول 0% بنقسط بقى لحد 10 سنين. 0% على 10 سنين. انت عارفه ايه اميز حاجه في بيمنت بتاعت 0% على 10 سنين دي؟ ان كان في مطورين كتير بتعمل اعلانات بتقول لك ايه، مقدمات بتبدا من اول 10% واقساط بتوصل لحد 10 سنين. نيجي نروح في الميتنج نلاقي بقى ايه النهارده، عشان تاخد ال 10% دي لازم يعني ال 10% دي للسبع سنين، وال 15% 8 سنين، وال 20% 9 سنين، وال 30% 10 سنين. لا لكن انت النهارده بتقولي لي 0% على 10 سنين. يعني معنى كده ان العميل يقدر ان هو لو حط 5% يطلب منك ديسكاونت، يقول لك انا عايز ديسكاونت، انت طالبه مني 0. بص، هو انا اللي بيميزني اصلا، بص انت ممكن تكون سمعتها 10%، 0% قصدي اللي بتوصل لحد 10 سنين. هو حقيقي بتوصل لحد 10 سنين، لكن انا عندي العميل بيقدر يكستمايز البيمنت بلان بتاعته، يعني هو اللي يفصلها زي ما هو عايز. طيب قولي لي ايه المساحات والوحدات المتوفره في الكومباوند بتاعكم؟ طيب انا عندي الكومباوند بتاعي هو 2 تايب A وتايب B. تايب A ده مميز قوي عندي لان هو دبل فيو. حلو. تمام. تايب بي عندي وحدتين على الفيو زون على طول، ووحدتين جوه الكومباوند بيشوفوا جوه الكومباوند. المساحات عندي من اول 107 متر دي غرفتين. تمام. وبيوصل لحد 350 دي للدوبلكس. بس عندي غرفتين او 3 غرف او دوبلكس. يعني احنا عندنا مثلا اول تقسيمه عندنا اللي هي الغرفتين دي 107 متر. مظبوط. دي توتال سعرها قد ايه؟ دي بتبقى ارضي بجاردن، فدي بتبقى عاليه شويه، هتبقى 5800. 5800. بس احنا عامه الغرفتين عندنا بيبداوا من اول 500. 500 مظبوط. حلو قوي. طيب الثلاث غرف 5400. 5400. طب ما فيش جيب كبيره قوي. طب كم مساحتها قد ايه بقى الثلاث غرف؟ بيبداوا من كام؟ اقل حاجه عندي 134 متر. 134 متر دي تقسيمتها 3 غرف. 3 غرف مظبوط. طب حلو قوي. في 3 غرف مساحات اكبر؟ في بيوصل معايا لحد 158 متر. اكبر مساحه في الثلاث غرف 158 متر. مظبوط. بعد كده بننتقل للطيب الثاني بقى اللي هو الدوبلكسات.
مظبوط. طيب كلميني او اكتر عن الدوبلكسات، مساحتها ايه والبيمنت بلان عامله ازاي؟ عندي الدوبلكسات من اول 219 متر، وده بيبقى يا اما ارضي واول يا اما رابع وخامس، وبيوصل معايا لحد 305 305 متر. 305 متر. طب اسعاره ايه الدوبلكس؟ بيبدا من اول 12 مليون 180. طيب بنفس نظام السداد، انظمه السداد بتاعتكم عامله ازاي اصلا؟ بص انا عندي نظام السداد حلو قوي، ان العميل هو اللي بيقدر يفصل البيمنت بلان بتاعته زي ما هو عايز. انا بقول لك مثلا البيمنت بلان بتاعتي بتبدا من اول 0% وبتوصل اقساط لحد 10 سنين. حلو قوي. بس انا عندي اكتر من بيمنت بلان، هو بيبدا يفصل من اول مثلا ما بيدفع لي 20% او حتى 10%. 10% على 7 سنين بيقدر يدفع لي 5% مقدم، وبعد 3 شهور 5%، والباقي اقساط على 7 سنين. طيب انت الاستلام بتاع المشروع عندك 2.5 سنين و6 شهور فتره سماح، يعني تسليم نهائي 3 سنين المفروض. مظبوط 3 سنين. طب بتقولي ايه بتطمني ازاي العميل اللي داخل يشتري منك حاجه تحت الانشاء استلام 3 سنين ولسه النهارده هو ما شافش حاجه على ارض الواقع من الشركه؟ يعني لسه انتوا واخدين المشروع جديد، ولسه شركه اول مشروع ليكوا سكني في مصر، تمام، او في التجمع. عندنا عمارات كتير سكن. انا عارف ان انتوا عندكم اعمال بس سيبريت احنا كتير في التجمع، ولكن احنا النهارده بنتكلم في مشروع 9 فدان سور بسور مع لافيستا. لوكيشن كويس جدا، شركه المفروض ان هي ملاءه ماليه كبيره شغاله في الماركت بقالها كذا سنه. بس النهارده العميل لما بيخش يشتري حاجه تحت الانشاء بيبقى محتاج يطمن، فاحنا النهارده بنطمنه ازاي جوه الشركه وبنقول له ايه؟ بص انا المشروع ده نزلت بيه في بقالي شهر، انا في اقل من شهر او قبل ما يخلص الشهر احنا اصلا كنا بدانا تسويه الارض. حلو. علشان احنا بنمهد للحفر ان شاء الله بعد رمضان، ان احنا هنبدا بعد العيد ان شاء الله باذن الله. بس انا تسليم المشروع بتاعي، انا بقول لك في العقد انت بتستلم خلال 2.5 سنين و6 شهور لاندسكيب وواجهات، تمام. في حاله ان انا ما سلمتكش خلال ال3 سنين، انا عندي بند في العقد بيضمن لك حقك لو انا ما سلمتش. اولا انت بتقدر توقف اقساط، دي حاجه انك انت ما بتدفعليش غير لما انت بتستلم. حلو بس أوي. في حاله انك انت خلاص ما بقتش مرتاح وعايز تسترد اللي انت دفعته، بقول لك ما فيش مشكله، انا برجع لك اللي انت دفعته وبرجع لك 10% من توتال اللي حضرتك دفعته. حلو قوي. يعني لو العميل عدى عليه ال3 سنين بتوع الاستلام وجي لقى المشروع ما اتبناش او ما استلمش الوحده بتاعته في الميعاد بتاعه، يقدر ان هو يرجع تاني لمقر المبيعات ياخد كل الفلوس اللي دفعها وعليهم 10%. مظبوط. طيب ده بند واضح وصريح في العقد؟ ده موجود في العقد. طيب النهارده لو انت كساره محتاجه تشتري لنفسك وحده، هتشتري عندك في الشركه ولا هتروحي شركه تانية؟ لا هشتري عندي في الشركه. طب ايه اميز وحده انت شايفاها النهارده في الانفنتوري مفتوحه قدامك مستخسراها في حد، يعني عايزاها انت تخلصي فيها دلوقتي؟ هقول لك للامانه، انا اولا هقول لك انا هشتري ليه في الشركه. الشركه بتاعتي مش عشان انا اللي شغاله فيها، بس للامانه حقيقي الشركه هي بتسلم مشروعاتها ساكنه وعايشه، بدليل ان انا لما بدات مشروع جديد انا ما اخدتش اقل من شهر، يعني خطواتي سابقه الزمن بتاعي. حلو ان قوي. انا عملت تسويه للارض، وكمان هبدا حفر بعد العيد، انا ممكن اصلا استلم قبل ميعادي. دي حاجه. اميز حاجه عندي اللي حقيقي ممكن او انا نفسي اشتريها الدوبلكس ال 219. ليه بقى؟ هقول لك انا ليه. انا عندي الدوبلكس دي في طيب ايه، واخده دبل فيو. ده اولا ان هي واخده دبل فيو. دي 4 غرف، ودي مش موجوده كتير في المنطقه اللي انا موجوده فيها، يعني اكبر حاجه ال 158 عندي دي 3 غرف بس، فعندي 4 غرف مرتاحه. سعرها 12180. ده تمن سعر فيلا جنبي، او يمكن لا ما تجيبش فيلا جنبي، تجيب شقه جنبي، لكن انا واخده فعلا فيها دوبلكس. بالاضافه ان البيمنت بلان بتاعتها هتبقى مريحه جدا بالنسبه لي، لان انا عندي عدد السنين بيوصل لحد 10 سنين، فانا بقسط وانا مرتاحه كاني واخده فيلا في مكان بره. طب حلو قوي. لو احنا عايزين متوسط لسعر المتر، عشان انا الجذاب عندكم في الشركه بغض النظر طبعا عن سابقه الاعمال واللوكيشن اللي انتوا واخدينه، سعر المتر مميز قوي في اللوكيشن ده بصراحه. انا ما شفتش مطور نازل بكومباوند بسعر المتر ده. سعر المتر عندك كام في مشروع سكني جنب لافيستا سور بسور؟ انا عندي ستارت سعر المتر 39000. طيب وخصم الكاش ممكن يوصل لحد كام؟ بيوصل لحد 40%. يعني ممكن ننزل من ال 39,000 جنيه دول 40% لو كاش. مظبوط. تمام. انا اتشرفت جدا بيك يا ساره، وان شاء الله اي عميل يكون حابب يتواصل مع الشركه دايركت معانا رقم تليفوني كويس هنحطه في الكابشن والديسكربشن، وباذن الله نعمل حلقه حلوه مع بعض. ان شاء الله يا حمد. كل سنه وانت طيبه. وانت بصحه وسلامه يا رب. شكرا جدا. شكرا لك.